عليكم ورحمه الله وبركاته. فراولاتي الحلوين عاملين ايه؟ رب تكونوا في تمام صحه وحال وراحه بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معاكم ليلى فوزي. فلو اول مره تشوف القناه فعلى حالا زر الجرس على الكل، دوس السبسكرايب الاشتراك واللايك والتعليق يا احلى وارق فراولايه في حياتي. وحشتوني بصوت اسماء صاحبتي. على فكره اسماء بتسلم عليكم. زي ما انتم متعودين النهارده روتين حلو قوي قوي قوي. في تشجيع، في تغيير، في حاجات كتير جدا. انا خدت القرار كده ومش عارف. بص افهمكم حاجه. بحب اقعد في غرفتي جدا، تمام؟ فتلاقوني دايما ايه يعني لما باجي اقعد على السرير بحس ان القعده مش مريحه قوي. عارفه اللي هي برضو قعده السرير، او ما بحبش اقعد القعده اللي انا احس ان انا هنام كده على نفسي. فقررت ان انا اعمل حاجه كده يعني جانبيه، الا وهي المرجحه. طبعا انتوا عارفين ان كان مكان الارجوحه المرجحه كانت مكانها في البلكونه، تمام؟ وكان مكانها هنا المكان يعني قبلها كنت حاطه الكرسي اللي هو الخشب اللي الهزاز ده، هوريه لكم في اخر الفيديو. فالكرسي الخشب الهزاز حلو وكل حاجه، بس بصي ملوش كده ان انت لما تيجي قاعده تبقى رجليك لتحت مش ممدوده كده برضو، فاهمه؟ فكل حاجه سبحان الله مفيش حاجه كامله يعني. فمش عارفه خدت القرار، قلت لا ان شاء الله عايزه اعمل حاجه جديده النهارده ونفسيتي عايزه اغير واعمل قعده حلوه. وخصوصا ان مكان الارجوحه هنا يا بنات، عايزه اقولك ان مكان الارجوحه في المكان ده الهواء فيه روعه. فقلت حاجه في نفس الوقت يبقى الهواء فيها حلو لطيف، في نفس الوقت مكانها جميل، اقعد عليها وقت طويل جدا. مثلا يعني انا على فكره دلوقتي بمنتج لكم وبسجل وقاعده عليها وانا بسجل. عايزه اقول لكم على حاجه، ده الشاي الاخضر. كنت شربت شاي اخضر النهارده. طبعا فوائد الشاي الاخضر على فكره بعيدا عن ان هو بيستخدم مثلا في التنحيف، انا عن نفسي باخده مش عشان تنحيف، باخده عشان ان معدتي تبقى حلوه يعني كده كويسه كده. ساعات بحس ان معدتي مش مظبوطه فبعمل الموضوع ده. ليه كمان فايده انا نفسي كليلى بعملها، ان انا بحطه يعني بحطه تحت العين كده، تمام؟ فبيتأمر قوي. فتخيلي بقى تاخدي الباكت ده بعد ما تشربي وتقومي ماشيه على وشك، جميل جدا. هتكلم بقى بسرعه كده على الجهاز القمر ده. عايزه اقول لكم بدايه الجهاز ده بنات عندي بقاله تقريبا 12 سنه، 12 13 سنه ده لو ما كانش اكتر. كنت جايباه من زمان جدا وبستخدمته. اول ما جبته استخدمته وخلاص على كده، وتعال بقى السنين دي كلها. خدت القرار النهارده يا بنات ان انا اطلعه. حلو جدا لعضلات الظهر المرهقه، حلو كتدليك، حاجات كتير جدا. حلو كمان على فكره. هو اصلا معمول لدهون البطن، بيشد البطن بيقولوا يعني. انا ما جربتش فيه كتير يعني، ما جبته واستخدمتوش كتير خالص كده يعني. زي ما انتم شايفين منظره كده، هو كان بيلف، وانا حتى كنت جربته لكم على السرير، تمام؟ فخدت قرار بقى، قلت اطلعه كده وهشوف برضو في استخدامه، وهقول لكم بعد ما استخدمه يعني فتره وكده هقول لكم ايه اللي حصل. بس عندنا بقى النهارده باقي الحاجات كمان. هنقل الكرسي اللي هو الخشب الهزاز ده اللي هو اللي كان مكان الارجوحه هنا، هدخله غرفه الولاد. طبعا انتوا عارفين كنا عاملين غرفه الولاد باللون اللي هو الملايات الاصفر، فالنهارده هنحط الاخضر عشان تبقى ماشيه مع الغرفه هنا عندي، تمام؟ طبعا اللي اول مره يشوفني، المكنسه اللي بستخدمها دي وايرلس بدون سلك، بالشاحن، واسمها هوفر الايطاليه وايرلس، تمام؟ لا سلكيه. طبعا انتوا عارفين اللي معايا من زمان، عارفين ان هي عندي من زمان جدا، من اكتر من 5-6 سنين، تمام؟ من اول ما فتحت اول قناه تقريبا او تاني قناه تقريبا يعني انا متذكر. فراولاتي هم اللي هيبقوا عارفين الموضوع ده. حطيت كمان هنا اللي هي الجزئيه اللي بيبقى على الارجوحه دي كده، ظبطت الدنيا ان هي بقى عملتها باللون الابيض عشان تمشي تبقى ايه ماتشنج كده مع الغرفه، علشان لو انا خدت قرار مثلا اغير اي حاجه في الالوان خلاص اوريدي ايه مفيش مشكله عندي. الاساس عندي ابيض واي لون هيمشي معايا مش هتبقى اي مشكله خالص. مواصفات المكنسه اللي انا بستخدمها، طبعا هي بالشاحن. انا بحطها من بالليل تاني يوم تقعد تشتغل قد ايه، نص ساعه ل5 دقايق يعني. شوفي بقى في البيت كله في ايا كان يعني، حلوه وكويسه. واحلى حاجه فيها الليد اللي قدام وكلام من ده. انا بقى استخدم كده اللي هو المساحه دي، وقلنا هي عمليه وسهله عايزه استخدم بتاعه البخار بقى، مش فاضيلها خالص، وفكروني بيها كده في التعليقات بنساها يعني. لكم ان تتخيلوا بقى. طبعا دي طبعا حاطه فيها الروايح بقى والمعطر، فمش قادره اقول لكم الريحه بجد بنات عامله ازاي يعني، ما شاء الله لا قوه الا بالله بجد، اللهم بارك. النهارده حابه اتكلم معاكم على موضوع حلو جدا.
كنت يعني بفكر في موضوع التخلي. يعني ايه هو التخلي، وهل ممكن واحد فعلا يعيش بالتخلي؟ طب هو التخلي بس عن الاشخاص؟ يعني هو ما يجي حد مثلا يسمع كلمة التخلي كده يفكر ان هو تخلي عن الاشخاص بس. لا، ده في تخلي عن الاشخاص، في تخلي عن المعتقدات، في تخلي عن الحاجات متعلقات، يعني الحاجات اللي فيها تعلق مرضي او تعلق اي نوع من انواع التعلق. طب يعني ايه هو التخلي اصلا عكس كلمة التعلق. يعني ان انا اتعلق في عكسها ان انا اتخلى يعني. طب هل ده اصلا حاجة موجودة في ديننا؟ يعني التخلي ده حاجة كده في ديننا وهل يعني في نص من النصوص قال عليه التخلي ده او كده؟ يعني عارفين اللي هو حتى في ذكر اسمه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. طيب الذكر ده او الدعاء ده في كذا جزئيه. يعني يا حي يا قيوم طبعا انت بتقولي بتنتهي او بتقولي باسماء الله من اسماء الله الحسنى. برحمتك استغيث يعني بتستغيثي في رحمه ربنا سبحانه وتعالى. اصلح لي شأني كله. هنقف بقى على النقطه دي اللي انا هتكلم فيها. اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. لو تاخدي بالك من كلمة ولا تكلني الى نفسي طرفة عين، يعني ولا تتركني حتى لنفسي انا طرفة عين، ان انا اغمض مش رمشة بس كده. يعني ربنا يا رب يعني لا تخلينيش اكون عندي تعلق بنفسي يعني تخيلي انت بتتكلمي على نفسك بقى. يا رب ما تجعليش تعلق بنفسي طرفة عين حتى لو رمشة واحدة كده يا رب. فاهمة دماغي؟ طيب ده والمثل يا بنات يعني ده وانتي بتتكلمي على نفسك. طب هل اذا كنا احنا مثلا في الذكر ده يعني بنطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ما يعني لا تكلني الى نفسي، هل بقى تفتكري اصلا هيبقى مثلا في الدين او في اي حاجه او في الواقع او في اي حاجه هيبقى في اتكال او ان انت تبقي موكله حاجه لحاجه غير ربنا؟ بمعنى انت حتى يعني بتستجيري بالله من نفسك. فتخيلي بقى العباد يعني. فعشان كده سبحان الله تلاقي دايما في كتير قوي من مواطن اي حاجه في الدين في اي حاجه تبص تلاقيه كل حاجه بتصرفيها لله سبحانه وتعالى. اللي هو ايه؟ اللي هو مثلا تيجي تقولي ايه يا رب مثلا في حاجه كده بس اقولها كده بسرعه عشان جت على بالي وعشان ما انساش. وانتوا عارفين ان انا مش من النوع اللي بحضر الكلام اللي بقوله او بعمله سكريبت او بكتبه، فاقولها بسرعه. حته ان هو يا رب ما تحوجنيش لحد، يعني هي دي غلط. يعني جاي يعني سيدنا علي بن ابي طالب يعني قال لك ان هو كان الواحد دعا على نفسه بالهلاك. يعني ما ينفعش حد يقول ايه يا رب ما تحوجنيش لحد. طب ليه؟ طب ما انا فعلا مش عايزه اتعامل يعني كل اتكالي او كل احتياجي لله. عارفه تقولي ايه بقى؟ تقولي اللهم لا تحوجني لشرار خلقك يعني اللي هم اشر خلقك. انما لو ربنا سبحانه وتعالى اراد انك تحتاجي للخيار يعني خيرة الخلق فدي حاجة كويسة. لان هو اصلا وجود الانسان اصلا ما احنا لو محدش يحتاج لحد خالص فايه لزوم الوجود بتاعنا؟ فاهمة حاجة؟ فدي برضو ناخد بالنا منها. نرجع بقى الموضوع بتاعنا وهو التخلي، ونبدأ من كلمة لا تكلني الى نفسي طرفة عين. اذا كان الانسان اصلا يعني بيستجير بالله في ان هو ما يعتمدش على نفسه في حاجة ما كاملة ويصرفها خالص لله سبحانه وتعالى، فما بالك بقى البشر. طيب هل هنا مثلا لو انا تعلق لان في تعلق انواع، في تعلق صحي وفي تعلق مرضي. طيب هو التعلق الصحي ايه؟ اللي هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. هو يعني زي ما سيدنا ابراهيم قالك فهو الذي رزقني وهو الذي يطعمني ويسقين واذا مريت هو يشفين. فاهمين؟ فهو ده التعلق بالله. ده تعلق صحي ومش قادره اقولك يعني كل ما زدتي فيه كل ما انتي جنيتي فيه كل حاجه حلوه. طيب العكس كده التعلق المرضي، نيجي مثلا زي ما سيدنا يعقوب مثلا تعلق بسيدنا يوسف، ده كان تعلق مرضي طبعا يعني وده نبي. يعني ما تبصي في بعض القصص في الدين وفي القرآن بتسمعيها فبتستفادي منها. فلما تعلق به التعلق اللي هو يعني ما صرفهاش لله سبحانه وتعالى فحصل ان هو اتخطف منه او يعني واخواته كادوا بيه ونزل في البئر مش عارفه ايه. وبعد كده لما بقى خلاص وكل الامر لله والله المستعان لما تصفون، خلاص وكل الامر لله بقى وفوض امر لله، امر ربنا ايه
عسى الله ان يعني لما قال لك في الايه القرانيه رايحه من بالي الوقت اللي هو ان يعني فيما معناه ان هو ربنا سبحانه وتعالى يرد عليه كل حاجه، يعني يرد عليه يعني جميعا. يعني مش فاكره الايه رايحه من بالي الوقت عشان مش مركزه. لما صرف الامر لله خلاص ربنا رد عليه سيدنا يوسف، وحتى اخوه اللي هو قال لك انا اني لا ابرح يعني المكان لان ياذن لي ابي، يعني فاهمه دماغي. فلما صرفها خلاص لله قام ربنا قر عينه برؤيه ولاده خلاص، وحتى الرؤيه بتاعت سيدنا يوسف تحققت والكلام ده كله. طيب يعني هي الحكايه في الاول في الاخر ان التعلق الوحيد الصحي هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. طب لو انا ده حاجة سهلة، يعني ممكن حد يقولك الله ده حاجة سهلة جدا، لما انا اتعلق بالله بقى والله بجد موضوع مش سهل جدا. موضوع عايزة اقولك ان شديد على النفس جدا، وجهاد النفس ده رهيب 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 رهيب. انا واحدة من الناس ليا رأي، انا رأيي كليلى والله العظيم ان جهاد النفس ده يعني شديد كالجهاد في سبيل الله. ليه؟ لان نفسك دي قريبه منك جدا. فتخيلي انت بتحاربي نفسك، او بمعنى صح يعني انت قاعده مع نفسك ندي ليها كده يعني بتقولي لها هنا مكه بتقول لكم اشتركوا واعملوا لايك، وبتقولي لنفسك بقى انك بتصرفيها للحاجه الكويسه الحاجه الصالحه كده. طبعا النفس وبقى والهوى وحاجات كتير جدا والشيطان والاغواءات وحاجات كتير بقى اللي تقدري تعمليه واللي بتقدرش تعمليه بقى كده يعني. فالشاهد حتة التخلي دي لو بجد قدرتي تعمليها، فحرفيا انت وصلت لنعيم الدنيا والنعيم الاخرة بجد. والله يعني بصي كسبتي كل حاجة وهتأتيكي الدنيا راغدة. يعني اسمها ايه مش عارفة رايحة برضو من بالي. على فكرة عايزة اقول لكم ان انا بمنتج لكم دلوقتي عارفين بقى في يعني خلاص اليوم خلص بجد. يعني انا حتى لو تشوفوا الروتين خلصت والدنيا تمام وقشطه وبيس وكده بس برضو اخد مني مجهود. بس سعيده يا بنات، سعاده. يعني انا قاعده منتج لكم مبسوطه قوي، قاعده المرجحه بقى بغيظكم مرجحه مبسوطه جدا. طبعا كان وقت الغروب ده بقى كده. عايزه اقول لكم ان غروب الشمس ده حاجه قمر قوي، انا بعشقها. انا بعشق اصلا اي حاجه طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقها، يعني بحر، السماء، الغروب، الشروق، اي حاجه ظواهر طبيعيه يعني. فزي ما قلت لك في التخلي، حتى كانوا دايما يقول لك في التخلي التجلي. ده حقيقي. كل ما تتخلى عن شيء كل ما يتجلى في حياتك. كل ما تتخلى على متعلقات مثلا الماديه، الفلوس والكلام ده، كل ما تتجلى في حياتك. الدنيا او السنه الكونيه انك ما كل ما تعلقتي بالشيء كل ما نفر منك وبعد عنك. لكن كل ما فوضتي امرك لله وسبتي الشيء ده وتركتيه كل ما هو قرب منك. ولو طبعا هو في خير ليكي ربنا سبحانه وتعالى بييسره ليكي. خلاص هنا بقى كنت غسلت التويلت غسله جميله قمر من اللي ما فيش منها حرفيا، ونشف كده وبقى بيبرق ريحته حلوه. هنا بس تشطف بسيطه جدا للبانيو اخر حاجه خالص، لان كنت ناقعه فيه سجاده اللي كانت قدام التويلت. حطيت السجاده برضو جوه التويلت هنا عشان بقى المكه تخش كده الزحلقه والحاجات دي. هحط كمان واحده بره كده هنا، و الدنيا تمام حلوه. وشوف الشكل النهائي حتى الغرفه بجد 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 الجوحه قمر قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقولك ان عامله لي نفسيه جميله جدا. يعني انا قلت انا هخلص واقوم حاطه بقى هقول لكم واقوم رشه بقى بريفيوم ومعطرات وخلاص اخلي غرفتي فله كده ريحتها جميله قوي. وفيما بعد خلاص واحد بقى بيخلص اخر اليوم بقى خلاص بيخلص اللي وراه، بياخد الشاور بتاعه وبيقعد بقى كده يروق حقيقي يعني. عارفه انا بمني نفسي طول اليوم خلاص يا ليلى هانت خلصتي يلا هنقعد بقى ونستجم كده وننبسط بقى، نجيب حاجه حلوه كلها ننبسط بقى ايا كان نوع الانبساط بقى فاهمه. بس مبسوطه ان انا انجزت النهارده، ومبسوطه برضو ان انا نزلت لكم الفيديو. فتشجعوا بقى انتوا كمان، ولو حاجه مثلا انتوا مكسين تقوموا تعملوها والله قوموا. والله بجد انا عايزه اقول لكم ان من الصبح بجد كان نفسي عمال اقول يا رب يا رب خلص يا رب عايزه اعمل كذا، وعملت خطه النهارده لنفسي بصراحه. عارفين يا بنات والله شجعت نفسي بايه بدايه كده، قلت يلا يا ليلى اعملي مكان حلو كده اقعدي فيه، لان عارفه بصي بقالي فتره بقعد مثلا قاعده بتبقى مش مريحه، ظهري بيوجعني يعني كله كده مش مرتاحه. فخلاص منيت نفسي انا هقعد بقى الرجوحه بقى والدنيا تبقى تمام
فكده بقى اتشجعت، يلا 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 بسرعه 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 ايه، يلا قمت حركتها من البلكونه وكده. بصوا هنا غرفه الولاد ما شاء الله لا قوه الا بالله، بجد زي الفل. ازاي انا حاسه ان انا بكلمكم خلاص بنام بس مش هنام يعني. هو بصوا بقى السما بنات، بنات شايفين اللون الفوشيا البينك البيبي بلو، بنات ما شاء الله بجد. سبحانك يا رب، سبحانك، سبحان الخالق بجمال، بجد جمال الخلق الله سبحانه وتعالى. شوفوا جمال السما ما شاء الله، الله سبحان الله. زي ما انتم شايفين كده البقرة والفرش كيوت قوي، الملايات قمر قوي عليها الباندا وحاجة سكر قوي. انا سعيدة جدا يعني. حتى الولاد بصوا قلت لهم انتوا اعتمدتوا كلي برضو على السراير، لا خفوا بقى مثلا واقعدوا على الكرسي كده، اعملوا حتى قاعدة مختلفة. فما شاء الله الأوضة جميلة وهادية، والبيت كله ما شاء الله اللهم بارك، يعني كله هدوء وقمر وريحة يا بنات مش قادرة اوصف لكم الريحة. فخلاص انا بصراحة بنيتي يعني، انا نيتي خلاص النهارده اجتهدنا والدنيا تمام ونضيف. بكرة بقى ايه يوم دلع كده، ايه اعمل كل حاجة نفسي بقى فيها، فاهمين بقى؟ يبقى يوم كده حلو. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي فراولات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.